ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا كده برضه طالع اتكلم معاكم بخصوص انا عامل كده زي فقره كده اليومين دول برد فيهم على كل حاجه تتعلق بالجمهور المريض نفسيا، اللي غير محترم، اللي بيخش يشتمني كده من لا شيء. متخيلين كده يا جماعه ان انا مثلا بقول معلومه، وحتى مثلا انا يعني هنفترض ان انا قلتها غلط، الاقي واحد داخلني ايه فاهم، يجي يقول لي يلا 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 كذا، يلا ابوك كذا، او امك كذا، او مش عارف ايه هنعمل فيك كذا. غير طبعا كميه المسجات اللي فيها سب دين وشتيمه وبالاب وبالام، كل ده بس عشان بقول معلومه مش على الهواء. ده كمان ايه، على افتراض ان انا مثلا بقول معلومه غلط يعني مثلا يعني، لكن تخيل بقول معلومه صح وبحط عليه وبرضه بتشتم. ليه؟ عشان ما بقولش الحاجه اللي بتبسطهم. ناس مريضه، ناس اقول ايه بس فاهم. وفي الاخر ايه، ناس تيجي تقول لك روح انت يا عم تعالج مش عارف ايه. يا عم انا وحش يا عم وبتعالج وراح في 60 دقيقه، بتتفرج عليا ليه؟ تعب نفسك ليه؟ انا يا عم راجل هجاص، راجل بقول اي كلام، راجل بتعالج نفسيا، كل اللي انت تقوله ده صح. بتتفرج عليا ليه؟ ليه اصلا تخش اصلا من لا شيء كده، ما تعرفيش تخش تشتمي بايه، بابويا وامي؟ لا وكمان بقى ايه بقى، كمان ايه، انا لما اقول حاجه هيجي يقول لك ايه، ما اصل انت ايه اللي عاوز تعمل ريتش وتتشتم بابوك وامك؟ يعني انا عشان بقول حاجه مش عاجباك وانت داخل كمان تشتمني، يبقى انا داخل عشان عايز اتشتم عشان اعمل ريتش؟ طبعا قبل كده رديت عليك في موضوع الريتش ده وقلت لك يلعن على الريتش عليك وعلى امك وعلى ابوك وعلى اللي خلفوك. وانتوا، انا لاحظت في حاجه، انتوا معظمكم فعلا يا جماعه جمهور مريض، انتوا بتعشقوا الشتيمه. يعني انتوا ايه، بحس كده ان في ناس بتخش تشتم من لا شيء عشان تتشتم، فاهم، تتشتم فتبقى ايه، انا اتشتمت بابويا وامي انا مبسوط قوي. فحبيب قلبي انا مش عشان واحد او ناس مريضه داخله تشتمني بابويا وامي فانا هبطل اتكلم. ما هو لو كده يا جماعه ما حدش بقى يطلع يقول الكلام اي حاجه بقى، ما لا، انا هفضل اتكلم واقول. طبعا الحمد لله بقول الصح وبقول الحقيقه، هفضل اتكلم واقول. ومش ذنبي ان انت ليه الادب مش متربي، مش ذنبي ان ابوك ما يعرفش يربيك، مش ذنبي ان امك مش فاضيه وبتخون ابوك. انا كل ده مش ذنبي، ومش ذنبي ان انت اصلا مش ابن ابوك. كل ده مش ذنبي، مش ذنبي ان الدنيا كلها عندك بايظه خالص وما تعرفش مين مع مين ومين مع في اهلك ومين 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 وجاي تطلعهم عليا يا حبيبي. لا يا بابا وبعدين الشتيمه سهله. فالمهم يعني انا دايما كده هفضل قاعد على قلبكم ودايما بقول الحقيقه. انت ليك عندي بس ايه، تحاسبني في حاجه واحده بس، لو انا بقول حاجه غلط او قلت حاجه هكس نتناقش بالادب وبالاخلاق، لكن تخش تشتمني من لا شيء فانت انسان مريض. وانا هفضل كده الحمد لله احط عليكم دايما وانا الشوكه في اعلامكم الفاسد المدلس اللي بيقول اي كلام، وهفضل انا دايما اقول الحقيقه ودايما حاطط عليكم. ولسه شرح لكم الموضوع بتاع زيزو، بس هشرحه في فيديو تاني عشان برضه افضل احط عليكم تاني وتالت وخامس من ايام موضوع الكهرباء لغايه دلوقتي. وكل ما احط عليكم تقولوا لي اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف إيه. انتوا هجاصين وكدابين طول عمركم. بس هنرجع تاني ونقول يا جماعه انا برضه احط عليكم بالادب ومن غير قله الادب. يلا سلام.